نلتقي أكثر من مرة لنناقش أكثر من قضية ونحاور أكثر من ضيف وجها لوجه. عباس متولي، حافظ المرازي. منذ رحل الاستعمار الإسباني عن الصحراء الغربية أو الساقية الحمراء ووادي الذهب في عام 1975 نشأت مشكلة الصحراء الغربية بين المملكة المغربية التي تعتبرها امتدادا لترابها الوطني وبين موريتانيا في الجنوب وبين جبهة البوليساريو المطالبة باستقلالها، بل إن الجبهة أعلنت بالفعل قيام الجمهورية العربية الصحراوية التي حصلت على اعتراف العديد من الدول لا سيما في أمريكا اللاتينية وعلى العضوية الكاملة في منظمة الوحدة الإفريقية عام 1984، مما دفع المملكة المغربية آنذاك إلى الانسحاب من المنظمة الإفريقية احتجاجا على ذلك. ثم قامت الأمم المتحدة بدور الوساطة لحل هذا النزاع، فأنشأت لجنة لتنظيم استفتاء عام يقرر من خلاله سكان الصحراء الغربية مصيرهم بالاستقلال أو الانضمام إلى المغرب. لكن إجراء الاستفتاء ما زال معطلا حتى الآن لخلاف رئيسي يتمثل في تحديد من له حق التصويت أو من هم سكان الصحراء الغربية وكم عددهم. تستند جبهة البوليساريو إلى إحصاء أجرته أسبانيا عام 1974 بأن عدد السكان يقدر بنحو 70,000، بينما تقول المملكة المغربية إن عدد السكان يربو على 200,000. ويسرنا أن نستمع في حلقة قادمة من برنامجنا وجها لوجه إلى وجهة النظر المغربية حول الموضوع، لكن معنا في هذه الحلقة السيد محمد عبد العزيز الأمين العام لجبهة البوليساريو ورئيس الجمهورية العربية الصحراوية التي أعلنت. ومرحبا بك سيد محمد عبد العزيز، ولعلنا نبدأ من لقب رئيس الجمهورية العربية الصحراوية التي قد تبدو غريبة على سمع الكثير من المشاهدين العرب رغم انتشار الاعتراف بها في أماكن خارج العالم العربي، فبماذا تبررون هذا الاعتراف بالجمهورية الصحراوية خارج المنطقة العربية وغيابها في داخل العالم العربي وعدم الاعتراف بها؟ على كل كما تعرفون الصحراء الغربية منطقة عربية إفريقية في شمال إفريقيا، حدها من الشمال المملكة المغربية، من الشرق الجزائر، ومن الجنوب موريتانيا، ومن الغرب المحيط الأطلسي. الصحراء الغربية استعمرتها إسبانيا في سنة 1884، بل بينما كانت المناطق المجاورة مستعمرات فرنسية. الصحراء الغربية سكانها مزيج من العرب والأفارقة يدينون الإسلام. طبيعتهم في الغالب هي طبيعة بدوية زي ما هو الشأن في مناطق كثيرة من الشرق العربي والخليج بالأساس. في سنوات رياح التحرك أو الحركة الوطنية الشاملة في إفريقيا والمنطقة العربية تحرك سكان الصحراء الغربية كذلك من أجل الاستقلال، ولكن أجهضت حركتهم حتى سنة 1973 أين أسسوا الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، أو ما يعرف اختصارا بجبهة البوليساريو. وبدأنا الكفاح المسلح ضد إسبانيا حتى سنة 1975 أين طرحت قضية الصحراء الغربية في المحافل الدولية الأمم المتحدة الوحدة الإفريقية وعلى محكمة العدل الدولية بلاهاي، حيث أن كل هذه الهيئات أجمعت كلها على أن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار، وأن حل هذا المشكل يأتي عن طريق استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي. لكن في نوفمبر 1975 وبالتحديد 14 نوفمبر حصلت اتفاقية مفاجئة لسكان الصحراء الغربية أو للشعب الصحراوي، ولكن مفاجئة كذلك للمنظمات الدولية والعالم الذي كان يتابع المشكل. هذه الاتفاقية حصلت بين المملكة المغربية، إسبانيا، موريتانيا،
وبموجبها يتم تقسيم الصحراء الغربية كرغيف من الخبز على الدولتين المجاورتين المغرب وموريتانيا، وتجاهل تام وحقيقي للشعب الصحراوي أو لماذا يريد الشعب الصحراوي. وبالفعل استمرت المقاومة ضد المستعمرين الجدد المغرب وموريتانيا حتى سنة 1979 أين انسحبت موريتانيا من الحرب، وبقي المغرب لوحده، وخلال 18 سنة من الصراع من الكفاح حصلت بعض الخلاصات هامة جدا. أولا اقتنع المغرب واقتنع العالم أن لا يمكن حل المشكل بغلبة عسكرية لصالح المملكة المغربية، وبالتالي لا يمكن القضاء على الشعب الصحراوي وطموحاته الوطنية، وبالتالي لا بد من حل سياسي للمشكل. حصلت نتيجة أخرى هي أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية أصبحت عضو كامل الحقوق في منظمة الوحدة الإفريقية، ثم حصل ما يمكن أن نسميه كومبرومايز أو حل وسط يتم بموجبه القضاء على المشكل، وهو استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي يتم بإشراف ومراقبة من الأمم المتحدة بتعاون مع منظمة الوحدة الإفريقية. وفي هذا الإطار حصل ما يعرف الآن بمخطط تسوية أو مخطط السلام المرقم ب 690، والذي بدأ تنفيذه من 6 سبتمبر 1991، وكان من المقرر أن يحصل الاستفتاء في يناير 1992 لولا العراقل المغربية التي... أستاذ محمد، اسمح لي قبل أن نستطرد في موضوع الاستفتاء أعود إلى السؤال الذي طرحه حافظ في البداية. سيادتك تحدثت عن الجمهورية العربية الصحراوية، يعني هي جمهورية عربية، ومع هذا لم يعترف بها حتى الآن إلا منظمة الوحدة الأفريقية كدولة أفريقية. ولكن يهمنا هنا لماذا تعكس أو لماذا تعزف معنى آخر الدول العربية عن الاعتراف الرسمي بالجمهورية العربية الصحراوية؟ هل بتعتقد في رأيك أن هذا يعتبر مجاملة للمغرب، أم أن الدول العربية بالفعل بتعتقد أن منطقة الصحراء هي جزء من المغرب ولكنه تحرر مؤخرا أو في فترة متأخرة سنة 75؟ أولا لابد أن نشير أنه نحن في الصحراء الغربية لسوء حظنا بدأنا كفاحنا المسلح في زمن فيه زجر حقيقي لحركة التحرر الوطني العربية، وفيه زجر للقوة العربية وللإجماع العربي وللعروبة عموما. ولكن أريد أن أقول أن هناك دول عربية تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، يمكن أن نذكر من بينها على مستوى منطقتنا هناك الجزائر، هناك موريتانيا، ومواقفها لها أهمية خاصة باعتبار أنها دول لها حدود معنا وباطلاع حقيقي على معطيات مشكل. هناك كذلك دول أخرى عربية. ولكن أقول ممكن أن أقول أن سبب عدم اعتراف الدول العربية بالمشكل هي لطبيعة المشكل في حد ذاته، هي أنه صراع عربي، وأظن أنه عدم اعتراف الدول العربية هو نوع من محاولة عدم الدخول في مشكل بين طرفين عربيين أو بين شعبين عربيين أو بين دولتين عربيتين، وبالتالي فضلوا نوع من الحياد والابتعاد من المشكل. هذا اعتقادي. السيد محمد عبد العزيز، طبعا أنت أشرت إلى مسألة انتظارنا للاستفتاء الذي يقرر من خلاله شعب الصحراء الغربية مصيره بالانضمام إلى المغرب أو بإقامة دولته، لكن الجمهورية العربية الصحراوية هنا تبدو كخطوة سابقة جدا لأوانها على إرادة الشعب، وأن الجبهة البوليزاريو قررت من نفسها أن تنشئ الجمهورية بغض النظر عن الانتظار لنتيجة الاستفتاء. فما رأيكم؟
الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية أنشئت وأعلن عنها في 27 فبراير من سنة 1976. هذا اليوم بالذات هو اليوم الذي انتهت فيه الإدارة الإسبانية وانسحبت من الإقليم، وبالتالي نحن في ذلك الوقت فرض علينا أن نعلن عن هوية شعبنا، أن نعلن عن ماذا يريد شعبنا، ولم نرضى الفراغ في بلادنا. وأعلنت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كتعبير حر عن إرادة الشعب الصحراوي. ولكن احنا في إطار البحث عن الحل، في إطار البحث عن السلام، خدمة منا للسلام، قبلنا الاستفتاء، وهذا نعتبره نوع من التنازل للحل السياسي وللسلام. وبالتالي اليوم نرهن بقاء أو القضاء على جمهوريتنا بالتعبير الشعبي الذي نريده أن يتم من خلال الاستفتاء. فإذا حصل الاختيار الشعبي للاستقلال الوطني فالجمهورية الصحراوية قائمة وموجودة، وإذا تم الاستفتاء في ظروف حرة ونزيهة وعادلة واختار الشعب الصحراوي أن ينضم إلى المملكة المغربية فله ذلك، وبالتالي تكون ولكننا نعلم أستاذ محمد أن الاستفتاء تعطل أكثر من مرة، والسبب في هذا أنه لم يتم الاتفاق بعد على موضوع من لهم حق التصويت. في الكل دلوقتي في اتفاق بين المغرب والبوليساريو على أنهم بيستندوا إلى القائمة التي وضعتها إسبانيا سنة 74، ولكن هذه القائمة بتغفل في واقع الأمر عدد كبير من السكان الذين نزحوا إلى الشمال في أوقات ندرة المراعي مثلا أو لأسباب سياسية. لهذا السبب المغرب يتمسك بأن يعود هؤلاء السكان الصحراويون الأصليون إلى موطنهم أولا في الجنوب، ثم بعد ذلك تحت إشراف الأمم المتحدة بحيث يتم التأكد من هويتهم. لماذا يعارض المغرب البوليساريو مثل هذه الخطوة؟ هذا الموضوع حساس جدا وحوله خلاف كبير. موضوع السكان لا يمكن أن نعتمد اليوم على الأصول القديمة لتحديد سكان منطقة ما لما يتعلق الأمر باستفتاء لتقرير المصير. إذا تبنينا الفكرة المغربية فلا يمكن أن نخرج من الموضوع. ليه؟ لأنه الناس اللي أصلهم أو المواطنين العرب اللي أصلهم من الصحراء الغربية ممكن نجدهم في ليبيا، ممكن نجدهم في مصر، ممكن نجدهم في الشام، ممكن نجدهم في الجزائر، ممكن نجدهم في موريتانيا، ولكن ممكن نجدهم في المغرب. لا يعني ماذا يبرر أن يدافع المغرب عن سكان نزحوا إلى المغرب؟ لماذا لم يدافع عن الذين نزحوا إلى الجزائر؟ لماذا لم يدافع عن الذين نزحوا إلى موريتانيا؟ هم كذلك مناطق مجاورة، وإذا كان هناك مبرر للنزوح إلى المغرب فهناك نفس المبرر يبرر نزوحهم إلى منطقة أخرى. ولكن ماذا يريد المغرب؟ المغرب يريد حاجة واحدة أخرى، هي أنه يتم تحديد نتائج الاستفتاء إلى صالح المملكة المغربية قبل إجراء الاستفتاء بأي طريقة، بأن المغرب يحدد المصوتين مسبقا. السكان 120 ألف الذي يريد المغرب فرضهم في اللوائح الانتخابية، والسكان الذي بدأ المغرب ترحيلهم من شهر سبتمبر الماضي إلى الصحراء الغربية في تناقض وتعارض مع مخطط السلام الدولي، ليس لهم علاقة بالصحراء، هم سكان من الدار البيضاء، هم سكان من قلعة السراغنة في نواحي مراكش، هم سكان من مراكش، هم مغاربة. إذا المغرب يريد أن يفرض أن يصوت سكان مغاربة في هذا الاستفتاء لكي يفرض أو لكي يضمن أن الصحراء تعود إليه. ولكن الموضوع هذا الموقف المغربي يتناقض ويتعارض تماما مع مخطط السلام الدولي. لا، مخطط السلام الدولي في حاجة مهمة، هي أننا نحن والمغرب ودعمتنا المجموعة الدولية أن اتفقنا على إحصاء إسبانيا في سنة 1974 للسكان، أن يكون هذه هي قاعدة
المصوتين، أن يكون هؤلاء هم المصوتين. هذا إحصاء لم تقم به جبهة البوليساريو. نعم. السيد محمد عبد العزيز، عفوا، البعض أيضا يرى أن إسبانيا كانت مغرضة، أو يرى بأن إسبانيا لم تكن نيتها خالصة في وضع استفتاء بعدد 74,000 أو بعدد قليل من السكان. لكن على أي حال سأعود إلى سؤال عن موضوع موقفكم بالنسبة للجزائر، خصوصا بعد التطورات الأخيرة في الجزائر، وهناك من يقولون أن الجزائر قد سحبت دعمها من جبهة البوليساريو، وأن جبهة البوليساريو أساسا نشأت بسبب صراع بين الجزائر والمغرب. هذا السؤال أطرحه على السيد محمد عبد العزيز الأمين العام لجبهة البوليساريو بعد هذه الاستراحة القصيرة. تدفع الجبهة هذا الثمن؟ على كل أريد أن أرجع إلى نهاية السؤال الأخير. طبعا إذا كان هناك من يحق له أن يطعن في الموقف الإسباني فجبهة البوليساريو والشعب الصحراوي